السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل ان شاء الله برام بطاطس بطريقة سهلة وبسيطة جدا. نقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قشرنا البطاطس وقطعناها شرايح، جزر وقطعناه برضو شرايح، فلفل اسود وملح وسبع بهارات، كام فص ثوم، بصل قطعناه شرايح، آه، اللحمة كنا متبلينها قبلها بالفلفل والملح والسبع بهارات والبصل المبشور، وبشرنا عليها بصل وثوم، آه، تبلناها فترة. وبعد كده نزلنا بيها على البطاطس والجزر والخلطة اللي احنا عملناها دي. عصير طماطم، هنبدأ نقلب اللحمة مع البطاطس والجزر والبهارات والتوابل الجميلة اللي احنا حطيناها، هنقلبها كويس. بعد ما قلبنا كل الخلطة دي ونزلنا كمان بشوية بهارات، هننزل بشوية زيت ونبدأ كده نحضر معانا البرام بتاعنا. هنبدأ نوزع اللحمة في البداية خالص، بنحط اللحمة عشان تستوي كويس قوي معانا. بالشكل اللي انتوا شايفينه. بس يا ريت ندوس لايك ونشترك في القناة ونفعل الجرس علشان ان شاء الله يوصلكوا اي فيديو ممكن انزله انا في اي وقت. كده بدأنا ننزل بالبطاطس والخلطة بتاعتنا، وده البرام التاني. وزعنا اللحمة بتاعتنا، مقدار اللحمة الكمية اللي انتي بتبقى متوفرة معاكي. هنبدأ ننزل كده بالبطاطس كلها ونوزعها كويس في البرام. خلصنا كده، هنبدأ ننزل ببقية الخلطة بتاعتنا، وبعدين شوية زيت على الوش. هنغطي البرام ونبدأ ندخله الفرن، وهنسيبه لحد ما البطاطس تستوي خالص. وكده البطاطس معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه. طلعناها من الفرن، ما شاء الله اللهم بارك، جميلة جدا. ان شاء الله هتجربوها هتعجبكم. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.